في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن كل العدة اللي انت محتاجها عشان تبيض بنفسك من غير ما تحتاج لأي حد، وهنبدأ من الحاجات الرخيصة وبسيطة خالص مش محتاجة أي تكلفة عالية، والحاجات الغالية اللي هتسهل عليك وقت كبير. وطبعا ده تكملة للفيديو اللي فات بتاع العدة. من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. زي ما انت عارف الأهم من الشغل تظبيط الشغل، فبدل ما احنا نتوسخ كل يوم وايدينا توجعنا من الدهان والكلام ده، لا نشتري عدة نحمي بيها نفسنا ونشتغل على نظافة. وهنا انا مش بعمل اعلان لأي براند موجود في الفيديو، لا انا هقول لك كل منتج ايه مميزاته وايه عيوبه وايه الحاجة اللي انت ممكن تجيبها احسن من اللي انا استخدمتها. طيب بص، اول حاجة النضارة دي من 3M، نضارة منفصلة واسمها اوفر جلاسز، تمام؟ بحيث ان انت ايه، لو انت بتلبس نضارة زي حالاتي كده هتلبس النضارة دي فوق النضارة. حلو الكلام، هي كبيره شويه بس دي بتحميك بقى من اي طرطشه لون على عينيك. ومش شرط على فكره تلبس النضاره دي وانت بتبيض. النضاره دي انا كنت جايبها عشان جهاز كده بيرش الحيطه من غير ما تحتاج رولة والكلام ده، ولكن في الاخر ما استخدمتوش، فما احتجتش النضاره دي نهائي غير في اعمال الصاروخ، ولو بقطع حاجه بقى فيه هبو فيها وكده بحتاجها، بس غير كده ما استخدمتهاش. فلو انت هتبيض ومش هتستخدم اداه رش مش محتاج نضاره. وده ياخدنا للحاجه اللي بعدها. الكمامه دي بقى على حسب نوع البويه اللي انت بتستخدمها، لو الريحه بتاعتها نفاذه او كده فهتحتاج تلبسها عشان تريح نفسك، ومش شرط النوع ده، ممكن اي نوع. ده من 3M برضو، استنى هفتحه لك اهو. بيكون الكواليتي بتاع القطن بتاعته كويسه، وفي نفس الوقت ايه، بتتلبس مش من على الودان عشان ما تتعبكش مع الفترات الطويله، لا تتلبس من فوق كده من ورا، وديت بتبقى من ورا، بس انا مش عايز البسها دلوقتي عشان ما تزولش قشطه. وبيكون فيها فلترز من هنا. الكمامه دي امتى تستخدمها؟ نفس الكلام، لو انت هترش بسبراي لازم تستخدمها عشان الرذاذ بيكون كتير جدا وده هيتعب لك صدرك. ولو بتستخدم حاجات فيها ايه اسيتون او الكلام ده فبرضه استخدمها احتياط. ولكن لو هتستخدم الرولة بدهان بلاستيك عادي مش محتاج، ما فيهوش ريحه نفاذه يعني، فممكن ما تحتاجهاش عادي، تمام؟ فدي حاجتين ممكن تحتاجهم ممكن ما تحتاجهمش على حسب الاداه اللي انت بتلون بيها. في حاجه بقى انت كده كده هتحتاجها، افرول، عباره عن زي قماش كده او لبس بتلبسه، بيتفتح بالسوسته من هنا، تدخل جواه وتلبسه على جسمك كله وتبيض عادي زي ما انت شايف في الفيديوهات كده. النوع دوت قماش للاسف بيعدي ميه، بمعنى لو مثلا البويه اللي انت بتعملها مثلا تكب منها كميه كبيره عليك، فلا القماش ده هيشربها وبعد كده هتعدي للناحيه الثانيه زي ما انت شايف، حتى جوه في بقع. فلو هتشتري افرول اشتري افرول، انصحك بيه جدا الصراحه، هيحافظ على هدومك وجسمك، البويه ما تجيش على ايدك والكلام ده. ولكن اشتري حاجه بلاستيك ما تكونش قماش بتنفذ اللون. نخش بقى في اخر حاجه وهو اغلى حاجه في الحوار ده كله، ممكن تجيبه بسهوله، ده اغلى واحد فيهم. ده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن ماسك زي ما انت شايف كده. الماسك ده بيكون فيه الفلترز بدل الكمامه، وفي نفس الوقت فيه النضاره، وما انصحكش تشتريه خالص، وهقول لك ليه دلوقتي واحنا بنفتح العلبه. بص، عندك الاول فلتر، وادي الفلتر التاني اهو، تمام؟ كل اللي انت بتعمله بتركب الفلتر بالشكل ده بس، وده الشكل بتاعه، بتلبسه طبعا من فوق كده، ونفس الكلام بتلبسه من تحت على رقبتك. طيب مشكله الماسك ده بقى في ايه؟ حته ان النضاره لازقه في الفلتر، هي دي ميزه وعيب. الميزه ان انت ايه، مش هتتزاول النضاره من الفلتر اللي انت مركبه، يعني الكمامه مش هتزاولك مع النضاره لان هم حاجه واحده. والعيب ان انت مثلا النضاره دي اتجرحت مع الوقت، فانت مضطر تستخدم الفلتر مع النضاره، ما ينفعش تستخدم دي لوحدها. فلو عايز، لو انت هتشتغل في بياض او حاجه بتعمل ريحه وعايز حاجه تحميك على طول، فمفيش مشكله، بس اشتري الفلتر اللي تحت ده لوحده، تمام؟ واشتري النضاره لوحدها، تمام؟ زي ما انا عامل كده، زي ما انا قلت لك، تجيب الكمامه والنضاره، او ممكن تجيب مثلا كمامه نوع اكبر زي دوت كده، مفيش مشكله منها برده، اللي هي فيها فلترز كبيره، وتجيب النضاره برده ديت لوحدها، ما تربطش الاثنين في بعض. نيجي بقى للحاجات الاساسيه اللي انت هتحتاجها ايا كانت معدات البياض اللي هنستخدمها. هتحتاج سكاكين معجون زي دي، على الاقل 2، واحده كبيره وواحده صغيره، وفي مقاسات منها كتير، ده شكلها طبعا بعد ما اتبهدلت مني. وفي سكينه المعجون الكبيره دي، فانت مثلا ممكن تحتاج واحده كبيره زي دي وواحده مقاس صغير او مقاس وسط، تمام؟ علشان نستخدم المعجون زي ما هنشوف في الفيديوهات بتاعت السيت اب او التجهيز. طيب ايه الحاجه اللي بعد كده؟ طبعا فرش، نفس الكلام برضو هتحتاج فرشه كبيره زي دي وفرشه صغيره او اصغر من دي كمان، علشان الكورنرات والعواميد والحاجات دي كلها هنحتاج الفرش دي. يبقى احنا كده سكينه المعجون، الفرش. النقطه اللي بعد كده، علشان لو هتقلب البويه بنفسك كده كده انت هتخففها، فكده كده هتقلب حتى لو مش هتخلط لون، فهتحتاج البونطه دي. البونطه دي بتركب في الهيلتي تقلب لك البويه بشكل اسرع بكتير، بحيث انت لو هتقلب بخشبه وكده ممكن يبقى في عدم تجانس، يعني البويه من فوق تبقى مثلا خفيفه بسبب ان الميه انت حاططها فوق، وتحت البويه تقيله جدا، تمام؟ فديت بتقلب لك بتساوي. نيجي بقى لاخر نقطه وهي الروله، تمام؟ دي بتكون العصايه بتاعت الروله، في منها مقاسات، ده المقاس الكبير ودي العصايه الصغيره. هتحتاج دي مثلا للكامر والحاجات دي والعواميد برضو، وديت اللي هنبيض بيها الحيطه كلها. الانواع دي رديئه شويه، بعد ما جبتها واستخدمتها للمكان كله اكتشفت ان هي اسوأ انواع. في انواع كتير جدا بتكون اقوى واكبر وبتكون جامده جدا في الاستخدام الصراحه، وبيركب لها كمان عصايه من هنا، بحيث ان انت لو ايه هتستخدمها للسقف وكده مش محتاج تقف على سلم
السلم لا، انت بالعصايه هتطول ديت وتبيض براحتك، فالموضوع بيبقى عملي جدا. هسيب لك صور للكلام اللي انا بقوله ده كله. وطبعا ديت مش راكب لها روله، بيبقى راكب هنا روله لديت، وبيكون في روله هنا صغيره برده بتكون حاجه قطنيه كده اللي بتمتص البويه، فهتحتاج تجيب لها غيار او 2 على حسب لو انت هتلون الغرف كذا لون، فهتجيب له كل غرفه روله. يعني مثلا الاوضه دي اسود ليها روله، الابيض ليه روله وكده، عشان الالوان ما تتخلطش على بعض. كده احنا قلنا الاساسيات. هقول لكم برده نوعين المعجون اللي انا بستعملهم بالمره. بص، عندك المعجون دوت معجون شروخ، دوت بتجيبه لو في اي شروخ في الحيطه او كسور، بتبدا تكسرها بالسكينه، وبعد كده تحط من المعجون ده بسكينه المعجون زي ما هنشوف في الفيديوهات بتاعت السيت اب. وفي معجون عادي تستخدمه بقى لو اي مسمار عندك عايز تقفله، اي شروخ بسيطه خالص مش باينه غير الشروخ الكبيره بتاعت ده، عايز مثلا في رسمه على الحيطه وهتمعجن الاول، فبنستخدم ده معجون جاهز طبعا. وفي انواع منه بتكون مش جاهزه، بتكون بودره وانت بتحضرها. بس لو المكان صغير غرفه او غرفتين مش لازم تحضر بنفسك، انت بتجيب معجون كيلو، او بتجيب مثلا اكبر من دي، في واحده ثانيه اكبر كده تقريبا بتكون 5 كيلو، فالمعجون الجاهز بيكون كويس. ومش لازم اي نوع من انواع دي، انا مش حافظ اصلا اسامي الانواع ولا قلت اسمها عشان بس ما حدش يقول لي عليها. ندخل بقى في اهم حاجه بعد الادوات الاساسيه دي، وهي الصنفره، وهقول لك المقاسات بتاعتها وتجيبها على اساس ايه. بالنسبه بقى للصنفره، فهي بتكون على كذا درجه من الخشونه على حسب الطبقه اللي انت مستخدمها. يعني احنا مثلا لو لسه الحيطه ما فيهاش اي حاجه، انت لسه هتصنفرها اول مره، وفيها بقى ايه حاجات كتير مش نضيفه ورسومات على الحيط والكلام ده، هتحتاج صنفره خشنه اخشن حاجه. وبعد كده انت مثلا عطيت وش، بتحتاج الصنفره وسط. وبعد كده مثلا في الوش الفينش بتحتاج صنفره ناعمه خالص قبل اخر وش نهائي. طب الدرجات دي بتتقاس على حسب ايه؟ بيكون مكتوب في ظهر الصنفره بتاعتك دي كده صنفره 80 وفي 40 وفي 30 وهكذا، ديت خشنه. كل ما تنزل كل تحت ال100 انت كده في الخشن. الوسط بقى في 120 اهي، ديت ناعمه او متوسطه، وفي عندك 180 وخلافه لغايه مثلا 240. وفي صنفره اكتر من كده، في صنفره اصلا بيصنفروا بيها المحاره، فتخيل انت محر وبتصنفر المحاره، فبتكون خشنه جدا. ما هنشوفه في الفيديوهات، انا مش بشرح ازاي هنستخدم الحاجه، انا بشرح ايه الحاجه وانواعها، عشان في فيديوهات السيت اب مش هنشرح بالتفصيل. طيب الصنفره ديت ليه فيها خرام بالشكل دوت، وليه شكلها مدور مش الصنفره العاديه اللي هي خط كده؟ فده اللي هنعرفه في المنتج اللي بعد كده. طيب المنتج اللي بعد كده حجمه كبير، فانا هجيب لك الكرتون الاول وبعد كده هطلعه. دي عباره عن صنفره بالكهرباء، فيها شويه مميزات حلوه كده، ان انت عندك كشاف عشان تشوف اللي انت بتصنفره، عندك مكنسه فيها نفسها، فاللي انت بتصنفره التراب اللي بيطلع كله بيتشفط من غير ما يتعبك، طبعا مش بنسبه 100% اكيد، ولكن بتشفط اغلب التراب اللي بيطلع. وعندك بتركب الصنفره المختلفه زي ما انا قلت لك، فيها كل الانواع دي، انت بتغير الصنفره بكل سهوله، وفيها كيس بيلم التراب دوت، فهي مش بتشفط بس، هي بتشفط وبتلمه في حته، مش بتبعتره في كل حته. وفيها كذا سرعه، وفي نفس الوقت مش بتلف بس، لا هي بتلف وبتعمل حركه تذبذبيه كده، فحرفيا اكنك بتصنفر بايدك. طيب نشيل بقى الكرتونه الجميله دي ونطلع الصنفره نفسها، لان انا مستخدمها ومبهدلها. طيب الصنفره اهي جايه في الشنطه دي، انا ما عملتش انبوكسنج لاني مستخدمها اصلا فمالوش لازمه، بس هي شكلها عامل ازاي اصلا، هي متبهدله وحجمها ضخم، فيعني يا رب اعرف اركبها في الفيديو ده. يا لهوي، بص البودره نازله ازاي، العصايه بتاعتها طويله تقريبا بتبقى 2 متر وشويه، مكتوب عليها اهي متر 65، ومع الجزء ده بتخش لها في 2 متر، فبتبقى طويله معاك، يعني هتعمل السقف من غير ما تحتاج تطلع على سلم، وده اختراع لوحده. ماشي، بتركب معاك بالشكل ده، هي بتكون مفكوكه كده، بتقفل الجزء ده كده اهو، وبعد ما بتقفل الجزء ده بتبدا تقفله من الناحيه دي كده بالكليبس ده، تعمل كده لغايه لما تسمع تكه كده، قفلت معاك. حلو، ده كده الجزء الاولاني. قبل ما نقفل الجزء الثاني هعرفك ايه اللي هنا دوت عباره عن الهيد اللي بتلزق فيه وتحط الصنفره. يعني بص هعمله بالشكل ده كده تمام عشان يظهر معانا في الكادر. هاخد صنفره من الناعمه اهي وهبدا احطها كده، والاخرام دي هتبقى موازيه للاخرام اللي موجوده في الصنفره اهي، حطها على الاخرام بس تمام. الاخرام دي طبعا اللي بتشفط معاك، يعني هنا بيكون في سكشن او سحب جامد جدا اللي بياخد التراب اللي بيطلع. عندك هنا زي مكنسه اهي، شايف اللي بتطلع التراب دي، المكنسه دي بتكون حاجزه عند الحيطان، بحيث ان قدر المستطاع مش بنسبه 100%، بنسبه 50% مثلا او 60 70% بالكتير قوي، تسحب التراب في المكنسه ما يطلعلكش انت وتتنفسه. وبرضه هتحتاج كمامه عشان هتتعبش من التراب. حلو، عندك هنا اضاءه بتكون دايما يدور زي ما انت شايف في الفيديو اللي انا بستخدمها فيه. وعندك في الجزء دوت حاجه عباره عن استك، الاستك دوت بتربطه في الحته دي، بحيث ان انت لو هتعمل السقف ما تتناش معاك، لان هي فيها مفصلتين او 2 اكسس. انا فصلت اكسس من الاثنين كده، انا لو عايز اتنيها كده هتلاقيها بترجع تاني. حلو، فكده انا اقدر اعمل السقف بكل سهوله. طيب انا لو فصلت الجزء ده او شلت الاستك من الحته دي، بص كده انا فصلت الاستك من القطعه ديت، فبقت بتمشي معايا في كل الاتجاهات، عندك كده وكده،
وعندك الاتجاه ده، تمام؟ فدوت بيكون مميز بالنسبه لك جدا، لان انت لو بتعمل اكنك بتمسح الحيطه بمكنسه كده، هي بتتحرك معاك، انت ملمسها في الحيطه والسكشن ساحب معاك، وانت كل اللي انت بتعمله بتعمل كده اكنك بتبيض بجله بالظبط، وهي بتصنفر وبتسحب في نفس الوقت. عندك هنا زرار التشغيل في الجزء ده كده، تمام؟ باين ومحطوط عليه زي بلاستيك بحيث ان ايه التراب ما يخشش جوه ويبوظها. وعندك طبعا برده نفس الكلام حمايه على الموتور، بحيث ان لو مثلا جه ضغط عالي في الكهرباء او انت ضغطت عليها جامد، في فيوز هنا بيتحرق بدل ما يحرق الموتور نفسه، وبتقدر تغير الفيوز ده موجود معاها في العلبه برده. الجزء ده كده بتتحكم فيه في السرعه، يعني كل ما بتنزل لتحت كده بتفصل، وكل ما ترفع لفوق كده بتتحكم في السرعه بتاعتها، بحيث ان انت ايه لو بتصنفر مثلا حيطه غير لما بتصنفر المعجون غير لما بتصنفر السقف، تتحكم في السرعه المناسبه للصنفره اللي انت محتاجها. تقول لي ان الدراع دوت قصير زي ما انت شايف كده، تقريبا طوله حوالي 110 سم. طيب ايه الحل؟ هم حاطين لك اكستنشن معاها بالشكل ده، كل اللي عليك تعمله اللي انت هتفكها بالشكل ده كده، وبعد ما تفك الجزئيه دي طبعا انت شايف اهو البودره بتاعت المعجون اللي انا كنت مصنفره، هتركب الجزء ده كده. بعد ما هتركبه كل اللي انت هتعمله هتبدا تقفل عليها تاني، مفيش اي مشكله. طيب بص زي ما انت شايف كده، كده طولها بقى حوالي 165 سم زي ما انت شايف في الفيديو. هحاول ايه استخدم اوسع زاويه عشان تشوف الكلام ده. تقول لي فين المكنسه او فين الموضوع بتاع الشفط ده؟ الشفط هو الموتور اللي فوق، موتور الشفط بيكون في الحته اللي على اليمين دي، وكل اللي بيحصل ان كل ده بيتشفط ويمشي في الدراع ده لغايه الاخر الشمال ده، وفي الناحيه الشمال دي بتركب الجزء ده عادي، تمام؟ دي بتكون الكيس حاطط لك فيه زي يد كده، الكيس دوت بيكون فيه اي تراب بيطلع بيتشفط هنا، تمام؟ وبيتسحب عن طريق الخرطوم ده اللي بتركبه هنا بالشكل ده، يركب هنا كده وبتقفله زي ما احنا قفلنا الحته دي بالظبط. ده مش فيديو شرح مفصل ليها، انا بس بفهمك الفكره. فانت كده مش محتاج بقى تقعد طول اليوم مثلا ساعتين 3 أو 4 ساعات بتصنفر في حيطه، لا الموضوع هنا اسهل بكتير، تقريبا بتوفر 80% من الوقت، مش بتوفر مجهود كبير. يعني انت ممكن الساعتين اللي انت هتستخدم فيهم المكنه دي تتعب عادي وظهرك يوجعك وتقيله وهتعمل السقف وهتتعب من التراب كل ده، ولكن بدل ما انت كل التراب اللي كان هيطلع من الحيطه هتشمه، وبدل ما انت كل الصنفره اللي هتحصل هتبقى بحركه ايدك، لا انت ماسك المكنه ومجرد بتحرك. فاحنا هنقوله مثلا لو انت هتعمل مجهود بنسبه 10 اكس مع دي هتعمل 2 اكس، وبدل ما انت هتستخدم الموضوع ده في 24 ساعه تصنفر اوضه، لا انت ممكن تحتاج مثلا ساعتين 3 وتخلص الاوضه. فلو انت عندك غرفه واحده او غرفتين ومش ناوي تبيض تاني بقى لمده 5-6 سنين، اكيد المكنه دي مش مهمه بالنسبه لك. انما انت لو شاب ولسه بادئ وعارف ان انت مثلا عندك الاستوديو دلوقتي بتعمله، بعد كده في ان شاء الله بيت جوازك وفي شقه تانية، او انت مأجر وعارف ان انت هتتنقل بين كذا شقه، فكل مره هتحتاج تبيضها، فكل ده يستدعي ان انت تجيب مكنه زي دي، لان هي هتريحك وسعرها في المتناول، يعني تحت ال 5000 جنيه تقريبا، ورثت بالنسبه للمجهود اللي انت هتقلله. بعد ما استخدمنا مكنه الصنفره دي بقى، عايزين المكنه اللي هنرش بيها واللي انا ما انصحكش خالص تجيبها، وهقول لك ليه دلوقتي واحنا بنعمل لها ريفيو. ده اللي هو فصلت فاضطرينا ايه نوقف تصوير شويه، بس شحناها. يلا بينا نكمل بقى في اخر معده واللي مستحيل تجيبها، يعني انا جايبها بتقريبا حسبه 4000 جنيه وندمان ان انا دفعت فيها جنيه الصراحه. فخلينا نشوفها دلوقتي. هي بتيجي في الكرتونه دي، ده شكلها، اسمها ايرليس ماشين. ليه بقى اسمها ايرليس ماشين؟ الايرليس ماشين دي هي عباره عن مكنه بتغنيك عن الكمبرسور، بدل ما انت بتبيض عن طريق ضغط الهواء يزق البويه بتاعتك، لا انت بتستخدم دي، هي بتضغط البينت نفسه او اللون اللي جوه وتطلع لك الرش ده مضغوط. ايه المشاكل بتاعتها؟ هنشوفها واحنا بنفتحها دلوقتي. بص يا باشا ماشي، في حاجه وقعت من المتسنتر. بص يا سيدي، هي المكنه بتيجي بالشكل ده، معاك هنا المسدس بتاعك والخرطوم، ودي المكنه بتحط الخرطوم ده في الباستيلا بتاعت البويه، وبيبقى فيه خرطوم تاني دوت اللي هو بتحطه في جيركن تاني او اي باستيلا فاضيه معاك، بحيث ان هي بتطلع الفاضي، تمام، او الميه الزياده. ودي الفيشه بتاعتك وبتشتغل من الزرار ده، ودوت اللي بيبدل بين ان هي ترفع الضغط للخرطوم بتاعك او تشد الضغط كله على الخرطوم بتاع الفايز او الزياده بتاعت الميه، فاهمني؟ فكل اللي انت بتعمله ان انت بتحط دي في الباستيلا، تسحب البويه، وبعد كده بتدخلها في المكنه وتطلعها من الخرطوم ده، حلو، لمده 5 دقائق مثلا. بعد ما تعمل الحركه دي، لو انت بتنضفها مثلا برضه نفس الفكره، بتمشي الميه كده وبعد كده بتفضي الميه من هنا. طب انت خلصت العمليه دي والمكنه اتملت بالبويه، بتقدر تعمل كده، حلو. فالميه بتاعتك بدل ما هي بتطلع كده وتترمي، لا بتطلع لك في المسدس بتاعك زي ما انا موضح لك في الفيديو برضه. طيب ايه المشاكل اللي قابلتني مع المكنه دي؟ صوتها عالي جدا، اكنك بتهد العماره حرفيا، لو في اي جيران مش هيستحملوا، هي بالصوت دق جامد قوي، اكنك مثلا بتكسر حيطه كده، فاهمني؟ مش عارف انت سامع من الفيديو ولا لا، بس انا هحط لك شويه فيديوهات كده توضح لك الصوت قد ايه مزعج. فمش هتنفع لو انت مثلا في بيت او بتبيض اوضه كده عادي، تمام؟ زائد ان انت لو
هتبيض اوضه واحده ملهاش اي ثلاثه لازمه حرفيا، لان هي مجهودها كبير شويه لو انت هتعمل بيها مكان صغير، لان انت بتحتاج تنضفها مده، ممكن تقعد نص ساعه بتنضف في البويه اللي جوه، عشان انت طبعا لو سبت البويه جوه هتنشف والمكنه هتبوظ منك، فانت محتاج كل مره تنضفها. فانت مثلا لو عامل الاوضه دي بلون وبعد كده هتاخد اوضه ثانيه بلون وهكذا، هتضطر بين كل لون ولون تنضف، وبعد كده هتسيبها يوم تنشف، فهتحتاج ايه تاني يوم تعمل نفس الحوار وتنضفها تاني، فموضوع مقرف جدا. الرولة كل اللي انت بتعمله بتغسلها عادي خالص، بتغسلها بعد ما تخلص تبيتها في ميه بس، مفيش اي وجع دماغ. انما المكنه دي لا، لازم تنضفها، لو ما نضفتهاش هتبوظ، فالحوار متعب جدا. امتى تستخدم دي؟ لو انت مثلا ايه حد صنايعي شغال على طول في البويه، انت عندك فيلا مثلا ايه 200 300 متر كلها تدهنها ابيض، في الحاله دي تمام كويسه معاك، انت حاطط الباستيلا جنبك، حاطط الجهاز ده في الباستيلا وبتبيض بيها، وطبعا بتحتاج تظبط بقى الرش دوت قد ايه المقدار بتاعه عشان يطلع لك البويه بالمقياس المظبوط، بحيث ان هي ما يبقاش ايه البويه تقيله او تسيل منك او كده، فحوار قوي. فهتحتاج حد فني متخصص في البويه او بيستخدم مكن زي ده كتير. ولكن برضه حتى لو انت متخصص هتلاقي نفسك طب ما انا اجيب الكمبريسور احسن، صوته اوطى، بيضغط الهواء وبعد كده خلاص بتفصل المكنه، ما بيعملش صوت ازعاج، والرش بتاعه الضغط بتاعه اعلى بكتير، لان ضغط الهواء اسهل بكتير من ان انت تضغط ميه وترشها. يعني المكنه دي معتمده ايه اسمها ايرلس، ما فيهاش هواء، فبتاخد ايه بتاخد الميه او البويه بتاعتك وتضغطها تمام، فالضغط بتاع الميه ما بيبقاش فيه سماحيه كبيره، انت بتضغط الميه اكنها ترمبه ميه بتلف وتزق لك الميه، فعلى طول شغاله. انما الهواء ميزته ان هو بتقدر تضغطه جوه كونتينر فيطلع لك على مراحل، فبيكون عملي اكتر. فلو انت متخصص اشتري عادي المكنه اللي هي بيكون فيها كومبريسور، ما تشتريش ايرلس ماشين، ولو انت مش متخصص ما تشتريهاش برضه، فانا مش عارف هي معموله لمين الصراحه، لو حد يعرف دي مخصصه لمين يكتب لي في الكومنتات. وبس كده في الفيديو ده حبيت ايه اشرح لك كده الحاجات اللي احنا بنستخدمها من غير ما ايه اقول لك تفاصيل استخدام كل واحده، لا المنتجات ايه بس، وفي نفس الوقت قلت لك الحاجات اللي مش ما تستحقش تشتريها خالص، والحاجات اللي انت هتسهل عليك بس غاليه شويه، والحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تشتريها. شكرا ان انت اتفرجت على الفيديو للاخر، وهسيب لك الفيديوهات بقى الجايه كلها في بلاي ليست كده فيها المنتجات دي استخدمناها ازاي في السيت اب. سلام.